في الفيديو ده انا جاي اقول لك على الحاجات اللي لو رجع بيها الزمن السنه اللي فاتت في ثانويه عامه هقولها لنفسي اكتر من مليون مره، واعيدها لنفسي اكتر من مليون مره، عشان اقسم بالله الحاجات دي حاجات مهمه جدا 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 اكتر مما تتخيل كمان. وده انا اقسم بالله مش عاوز اكون ببالغ، بس ده اهم فيديو على القناه انت هتشوفه وانا هعمله، ولسه هعمل فيديوهات جايه كتير وعملت فيديوهات قبل كده كتير. ده اهم فيديو لازم تسمعه على القناه، لو ما سمعتوش فانت فايتك كتير جدا جدا جدا. وانا والله ما بقولش بالاسلوب ده عشان تكمل معايا الفيديو ولا عشان اكسب مشاهدات من وراك وخلاص، انت اهم من كده واغلى من كده بكتير اقسم بالله عندي. بس كمل معايا الفيديو للاخر، وباذن الله انا واثق مليون في الميه ان انت هتستفاد زي ما انا استفدت كده السنه اللي فاتت، وحققت حلمي وجبت المجموع اللي انا كان نفسي فيه ودخلت الكليه اللي انا كان نفسي فيها. خلاص احنا اهو في نص شهر 4، شهر 4 خلاص قدامه يومين تاني وهيخلص. ايوه زي ما سمعت قدامي يومين وهيخلص، ما تقولش اسبوعين ولا الكلام ده كله. هتلاقي نفسك دخلت في شهر 5، وشهر 5 قدامك شهر على الامتحانات ولا شهر ونص على الامتحانات. الموضوع بيجري، والموضوع زي ما هو فيه حاجات توتر، وده توتر طبيعي ما تقلقش منه، الا ان هو فيه فرحه. خلاص انت شوف الثانويه عامه اللي انت بقالك اهو 12 شهر فيها، شهر 9 لغايه دلوقتي اهو، ولا من قبل كده كمان. سبحان، في ناس كتير بدأوا قبليك من قبل شهر 8 وشهر 7، والله اعرف ناس بتبدأ من المواعيد دي. ربنا يعينهم يا رب ويعينكم كلكم. بس يعني المفروض انت تفرح ان خلاص سنه زي دي كبيره هتخلص، والحمد لله هتوصل اللي انت كان نفسك فيه. وعاوزك تمسك في حلمك لان حلمك غالي. الفتره دي من السنه اقسم بالله في شويه حاجات كده لو رجع بيها الزمن لاقولهم لنفسي اكتر من مليون مره. ويلا بينا نبدأ في اول حاجه من غير ما نطول في كلام كتير، وهي اول حاجه المدرس مش ساحر، المدرس مش خزعبلي، المدرس مش هيحط لك المنهج في دماغك بالفلاشه ويقفل عليها بالمفتاح، ويوم ما تحتاجها تطلعها من دماغك في الامتحان وتحل منها. اسمع مني الكلام ده كويس جدا جدا جدا، كلام اغلى من الذهب اقسم بالله. طبعا الفيديو اللي فات كان عباره عن ازاي تختار المدرس بتاعك في المراجعه النهائيه. لو ما كنتش شفت الفيديو ده فالفيديو ده مهم جدا جدا جدا، ولازم تتفرج عليه دلوقتي قبل ما نكمل كلامنا، لان هو محور للكلام اللي انا هقوله دلوقتي. رحت اتفرجت عليه وجيت. تعالى بقى يا عم الحاج، المدرس مش ساحر. يعني ايه المدرس مش ساحر؟ يعني انا دلوقتي حضرت في المراجعه النهائيه مع اي مكان، هو ايه المدرس؟ كل المدرسين كويسين جدا جدا جدا، بس المدرس ده طبيعي بيعمل مجهود. المجهود بتاعه اذا كان 50% فانت عليك 50%، 60% فانت عليك 40%. هتقول لي طب ما انا احل بال 50%، احل بال 90% اللي هيعملهم المدرس واجيب 90% في الاخر؟ هقول لك الكلام ده بلح. ال 10% بتوعك لو المدرس بيعمل 90% وانت بتعمل 10%، ال 10% بتوعك لو انت ما عملتهمش على اكمل وجه ممكن، اقسم بالله ال 90% بتوع المدرس دول ولا كانه عملهم، ولا كانه عمل بجنيه. هتقول لي يا طارق انت بتخوفنا، انت مش عارف بتخلينا نيأس ليه ومش عارف ايه. الكلام ده حقيقي، الكلام ده انا مش جاي اضحك عليك ولا جاي اطبطب عليك واقول لك يلا حبيبي كمل واحفزك التحفيز العبيط ده كله. الكلام ده كلنا عارفينه، الكلام بتاع الانشاء والحاجات النفسيه والكلام ده كله على عيني وعلى راسي، بس اقسم بالله ما هيودي ولا هيجيب ولا هينفع ولا هيضر. هتلاقي نفسك في اخر السنه في الامتحان في ثانويه عامه لا انت عارف تحل سؤال ولا عارف تعمل اي حاجه، وقاعد زي العبيط في اللجنه، وكل العيال بتخلص قصادك الامتحانات وبتخرج وانت قاعد مش عارف تعمل ايه. الورقه قصادك زي الطلاسم، والله العظيم زي الطلاسم، ولا هتعرف تقرا ولا هتعرف تكتب. فانا عاوزك كده تفهم ان ال 10% بتوعك اللي انت بتعملهم مع اي مدرس جزاه الله خير لازم يكونوا 10% ب 100,000%. انا اقسم بالله ما بافورش ولا بكبر الموضوع، بس اقسم بالله الموضوع مهم جدا جدا جدا. لازم تحل بايديك، تمسك الورقه والقلم وتحل بايديك. ايديك دي هي اللي هتخليك تحل في الامتحان. ما تخلينيش الموضوع يكبر معايا لدرجه ان انا اقول لك ايه، لو المستر بيحل سؤال انت حل قدامه 10. انا عاوزك يبقى في روح كده من اللي هي انا مش هسيب سؤال غير لما احله، انا مش هخش الامتحان غير وانا حلل اكبر عدد من الاسئله اللي ربنا يقدرني عليها احله. ما تخافش من الاسئله، اغلط. انا عاوزك تغلط لغايه بص قبل الامتحان ب5 دقايق. اقسم بالله انا على اللجنه مع واحد صاحبي كنا بنراجع الجيولوجيا وكنا بنغلط قبل اللجنه، كل اللي غلطنا فيه ده دخلنا الامتحان لقينا اللي احنا غلطنا فيه. فبقى بالتالي الحاجه اللي انا غلطت فيها قبل كده مستحيل مستحيل ان انا اغلط فيها تاني، الا بقى لو انت معلش حمار، معلش في الكلمه. ويعني ما شاء الله كلنا في ثانويه عامه يعني الحاجه اللي بنغلط فيها مش بنغلط فيها تاني. فانا عاوزك تغلط على قد ما تقدر قبل الامتحان. في الامتحان انا عاوزك بص واد كده خلاصه، واد فرود تخش تجيب الامتحان في شوال. تاني حاجه انا عاوزك تبدا هادي، وبعد كده دوس بنزين لغايه 200. عاوزك تفجر العداد، عاوزك تخلي في اخر السنه محدش يقدر عليك. وحش تخش الامتحان بص تكسر امه، تجيب الورقه كده من فوقيها لتحتها تحل الاسئله كلها. الاسئله كلها تكون مفيش ولا سؤال انت مش عارفه، كل الاسئله. مش عاوزك بص تفوت سؤال. بس في الاول كده انا عاوزك تبقى هادي وراسي،
بمعنى ايه؟ يعني انا دلوقتي في الاول غلطت يا عم، على عيني وعلى راسي، ما تجيش انت بقى تقلبها حزيني وتقلبها عزا وتقول انا ازاي اغلط وانا ازاي وانا ازاي وانا ازاي. الكلام ده كله هتلاقي الكلام ده ولا جاب معاك اي نتيجه، بل بالعكس جاب معاك نتيجه سلبيه، وهتخليك تقف زي ما انت مكانك ومطرحك، لا بتتقدم بل بالعكس بتتاخر كتير. فانا عاوزك تبدا هادي. ايه المشكله انت تغلط؟ ما عادي، ما عادي. الغلط ده هو اللي هيخليك ما تغلطش في الامتحان في اخر السنه. انا عاوزك طول ما انت بتغلط تقول كويس اللي انا غلطت، الحمد لله اللي انا غلطت، الحمد لله ان انا غلطت. لولا الغلط ده اقسم بالله ما كنت هتيجي تحل في الامتحان وتبقى 100 100 كده. انا عاوزك تهدى كده وترسى وتبقى هادي في الاول، وعادي يا عم مفيش مشكله تغلط، بس الغلط ده ما تكرروش تاني، بحيث ان انت في الامتحان ما تغلطش نفس الغلط. فخليك هادي وبعد كده دوس بنزين براحتك. عاوزك تفرتك الدنيا. 3، اليأس هيدمرك. اليأس اقسم بالله اكبر عدو ليك في الفتره دي. لو انت ما بدأتش، لو انت لسه مراكم، لو انت لسه هتبدأ دلوقتي ومش عارف اي حاجه في المنهج، لو دخلك اليأس وقال لك انت مش هتقدر، انت مش هتكمل، انت مش عارف ايه، انت شوف يا عم، شوف اللي بدأوا من اول السنه، شوف اللي انت هتقارن نفسك بيهم. طبعا الشيطان كل ده عمال يوسوس لك، ونفسك الاماره بالسوء عماله تقول لك الكلام ده كله. لو انت وقعت في خيط اليأس اقسم بالله، اقسم بالله اعتبر ان السنه دي كده خلاص ضاعت عليك. انا عاوزك تاخد الكتاب بقوه، عاوزك كده تخش الامتحان. يا عم بلاش الامتحان، عاوزك في فتره المراجعات النهائيه دي تبقى عيل كده وتد زي ما بيقولوا، مفيش حاجه تهزك، مفيش ولا شعرات تتمس كده من رمشك يا جدع. عاوزك بص طول ما انت قاعد واثق في نفسك. انا مش عارف حاجات كتيره في المنهج دلوقتي، بس اقسم بالله لما اعرف الحاجات دي هبقى اشطر واحد فيها. عاوزك يكون عندك غرور، غرور اللي انت مش غرور وحش، لا، غرور اللي انت لما تبقى معاك المعلومه انت افضل واحد فيها. انا عاوزك بص مهما غلطت يبقى عندك غرور برضو، لا انا هحسن من غلطي، لا انا هبقى 100 100، انا هبقى بص مفيش حد زيي. فاليأس اوعى تخليه يتملك منك. رابع حاجه، الخوف هيقتلك. الخوف هيقتلك بمعنى الكلمه. لو فضلت خايف، لو فضلت خايف ان انت تحل سؤال، لو فضلت خايف ان انت تحفظ كلمه لا دي كبيره عليا مش عارف احفظها، لو فضلت خايف ان انت تراجع مع المستر الفلاني، لو فضلت خايف ان انت تروح تحل الامتحان الشامل مع مستر العلاني، لو فضلت خايف ان انت تقعد مع نفسك بالليل وتراجع نفسك وتقول انا عملت ايه اليوم ده كله، لو فضلت خايف فضلت تهرب وماسك التليفون وتفتح السوشيال ميديا وتعمل سكرول، هتفضل خايف في الزون ده ومش تقدر تطلع من الدايره اللي انت حاطط نفسك فيها، وهتفضل خايف لغايه اخر السنه، وهتفضل خايف في الامتحان، خايف تحل السؤال، خايف تبدا في السؤال، خايف تقرا السؤال، فتلاقي نفسك بتغمض عينيك. حادي بادي كروم زبادي هو ده، يلا اختار. عارف نهايتك ايه في اخر السنه؟ وانت مش بقى جايب مجموع قليل، يا ريت كده، هتلاقي نفسك ساقط في كل المواد ومش بعيد تعيد السنه كمان. الخوف هيدمرك، ما تخليش الخوف يدمرك ويهز ثقتك في نفسك. انت اقوى من اي حاجه. انا مش بحفزك، اقسم بالله انا مش بحفزك، انا جاي اقول لك كلام قلته لنفسي، ولو رجع بيا الزمن هقوله لنفسي اكتر من مليون مره. الخوف هو عدوك، لازم تتغلب عليه. اتغلبت عليه مبروك عليك، انت جبت النتيجه اللي انت كان نفسك فيها وتخش الكليه اللي انت كان نفسك فيها. عاوزك تبقى واثق من نفسك. خامس حاجه واهم حاجه، ابعد عن التليفون. هتقول لي انا بتفرج عليك دلوقتي من اليوتيوب، هقول لك انت جدع يا اسطى. ايوه يا اسطى انت جدع، بس انت بتفتح اليوتيوب، هل بقى خلاص كده؟ يعني هل خلاص التليفون كده مأموريته خلصت؟ بتفتح المحاضره تتفرج عليها على اليوتيوب، هل كده خلاص؟ هل كده المأموريه بتاعت التليفون خلصت؟ هتقول لي لا، ما اني ساعات بفتح الفيسبوك اشوف مين نزل بوست، اشوف مين غلب مين، اشوف الستوري بتاعت الماتشات. اقول لك برافو عليك، جدع ياض، جدع جدع، برافو عليك، انت بوظت نفسك بايديك يا عم الحاج. هتلاقي نفسك احسب كده الوقت اللي انت بتقعده، هتلاقي نفسك قعدت كتير، انت اصلا مش عارف تحسب الوقت. من ده لده تخرج على الفيديو بتاع الريلز ده، تخش على الفيديو ده وتخش على الصفحه دي وتخش على التيك توك كده، هتلاقي نفسك في دوامه مش عارف تخرج منها. التليفون هو اكبر عدو ليك، عرفت تتخلص منه بعد الخوف واليأس، انت كده ضمنت باذن الله، باذن الله اللي انت كده تتفوق في اخر السنه وتجيب المجموع اللي انت كان نفسك فيه. بس ابعد عن التليفون وخلي كل تركيزك على هدفك، كل تركيزك اللي انت تحل اكبر عدد من الاسئله، كل تركيزك اللي انت تتفرج على الفيديوهات كلها بتاعت المراجعه النهائيه، وهكذا وهكذا. في اخر الفيديو انا عاوزك كده يا ابن الحلال تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتدعي لاخواتنا في فلسطين ربنا يقوي قلبهم ويثبتهم يا رب، وتعمل اشتراك في القناه لو انت مش مشترك، وتعمل لايك على الفيديو عشان اكبر عدد من الناس تشوفه، من الطلاب ومن صحابك ومن اي حد. يعني اي حد عاوز يستفيد بالفيديو ده اعمل لايك عليه، ما تبخلش باللايك عشان الناس كتير تشوف الفيديو. وبس كده، سلام.